ده ضروري يلف مصر كلها، وضروري الناس كلها تساعدني في اللي هتشوفه ده. فاتحين المحل جديد، هنغيره زيت وهنبيعه قطع غيار وهنبيعه زيت، وزيتنا احنا نضيف بس والله، احنا والله زيتنا نضيف بس مفيش حد راضي يشتري من هنا ومحدش ده يشتري من هنا. فانا عملت الفيديو ده عشان افرح ابويا، وفي شهر خلص وداخل علينا على كده عشان نسددوا ايجار المحل والبيت، وللاسف مفيش حد ده يشتري من عندنا. واحنا والله العظيم زيتنا نضيف والله العظيم. بس ابوي زعلان على كده مفيش ناس ده تشتري. فانتوا تعالوا اشتروا وغيروا زيت من عندنا واشتروا قطع غيار عشان ندفعوا الإيجار بتاع المحل وبتاع البيت. ولد صغير جميل يا صعايدة مصر يا رجالة مصر، حس بابوه هو لسه عمره صغير، شاف ابوه زعلان ومتنكد بسبب ان المحل ما بيبيعش ولسه جديد، وشاف ان عندهم ايجار سواء ايجار بيت او ايجار محل، فما كان عليه غير انه يعمل اللي في ايده واللي يقدر يعمله، ان يمسك موبايله يعمل اي حاجه مش كويسه. لا، حاول وهو عارف من جواه ان ممكن اللي بيعمله ده ما يبقاش له لازمه وما يجيبش اي مردود ولا نتيجه ولا يدفع له ايجار بيت ولا محل، الا ان ربنا سخر له ان الفيديو ده يوصلني علشان اوصله لحضراتكم وتساعدوه هو ووالده انهم يدفعوا ايجار البيت ويعيشوا حياه كريمه، وتثبتوا لوالده انه عنده راجل برغم صغر سن، راجل حس بيه وقرر انه يساعد ابوه باللي يقدر عليه. ومن هنا بوجه رسالتي لكل الصعيد من اول الجيزه والعياط لحد اسوان، وحتى الرجاله اللي بيسافروا على طرق الصعيد. الولد الجميل ده العنوان بتاع محلهم في سوهاج، ومن هنا اي حد هيروح يغير عنده زيت او يعمل عنده اي خدمه من الخدمات يتصور معاه بس ويبعت لي صورته معاه، وانا هنزل صورته هو والراجل الصغير ده. زي ما قدرتوا تفرحوا عبد الرحمن هتقدروا تفرحوا الراجل الصغير ده هو ووالده، وانا واثق في ربنا ثم في اللي هيشوف الفيديو ده ثم في رجاله الصعيد تما، راجل من اكبرهم سنا لاصغرهم سنا، انهم هيقدروا يفرحوا الناس دي. اما لكل واحد بيشوف الفيديو ده ففرج الفيديو ده لاولادك وعرفوهم ان في رجاله في عمر صغير حاسين باهاليهم، ولو مش هتقدر نظرا لبعد المسافه انك تروح تغير عنده زيت او تعمل عنده خدمه، فوصل الفيديو ده لكل الناس، يمكن من خلالك نقدر نساعده ونفرحهم بانهم يقدروا يدفعوا ايجار المحل وايجار البيت. احنا والله زيتنا نضيف بس مفيش حد ده راضي يشتري من هنا ومحدش ده يشتري من هنا. انا عملت الفيديو ده عشان افرح ابويا، وفي شهر خلص وداخل علينا على كده عشان نسددوا ايجار المحل والبيت. بس ابوي زعلان على كده مفيش ناس ده تشتري. غيروا زيت من عندنا واشتروا قطع غيار عشان ندفعوا الإيجار بتاع المحل وبتاع البيت.